أعزائي المستمعين، صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي هتفتحه في الفيديو. وزي ما تعودنا مع بعض نعرف المكان المتواجدين فيه. احنا في البر الغربي قابل النبلاء، مقبرة النبيل سنفر. نبدأ الشرح على طول مع حضراتكم. مقبرة النبيل سنفر هي المقبرة رقم 96 بي، ودي اللي بتعتبر غرفة الدفن. 96 A مقفولة حاليا، واللي كانت المزار. في مقبرة سنفر في المزار بتاعه المقفول حاليا كان في تمثال، والتمثال ده موجود في المتحف المصري، واللي كان بيمثل سنفر ومراته، وعثر عليه في الكرنك في معبد بتاح. بالنسبة لاسم النبيل سنفر في اللغة المصرية القديمة كان بيعني الأخ الطيب، وسنفر ده لقب من ألقاب الإله أوزوريس، وعشان كده هنلاقي الإله إيزيس اللقب بتاعها سنة نفرت، ومعناها الأخت الطيبة. النبيل سنفر كان بيشتغل ممكن نقول زي محافظ الأقصر أو طيبة، البر الشرقي والغربي، أيام الملك أمنحتب الثاني من عصر الأسرة 18. مقبرته على درجة عالية من الروعة والجمال، واللي كان فيها ميزة فريدة من نوعها، واللي هنيجي في الكلام عنها وهنقولها لحضراتكم. عندي الاكتشافات اكتشفوا 446 مقبرة أشراف أو أفراد، ولقيوا إن جميع المقابر دي منقسمة قسمين، المزار العلوي وغرفة الدفن السفلية. وإن جميع مقابر المزار العلوي فيها مناظر، أما غرفة الدفن ما فيهاش مناظر، ما عدا مقبرة سنفر هي الوحيدة في الأشراف اللي غرفة الدفن بتاعتها فيها مناظر. وعشان كده اللي بنزوره في مقبرة سنفر هي غرفة الدفن مش المزار، وده عشان المزار ضمر إلى حد كبير فمناظره فقدت. هنلاقي النبيل سنفر في مقبرته وهو خلف النباتات، بتتميز طبيعة الصخر فيها بأنه رديء جدا، وهي عبارة عن طفلة مفتتة. المهندس اللي كان قايم على المقبرة كان بيحاول يساوي في السقف، لكن كل ما بيحاول يساويه كان بينهار أو بينكسر، فسابه زي ما هو كده في ميول عالي وواطي كتير. بعد كده راح مغطي السقف بطبقة من الجبس والملاط، وراح راسم عليه تكعيبة بتمثل تكعيبة العنب، واللي كانت بتوضع قدام المقبرة وقت دفن المتوفى. وطبعا زي ما احنا عارفين ليه بيختاروا العنب بالذات، لأنه بيعتبر دم أوزوريس ولحم العنب اللي هو الزبيب يعني هو لحم أوزوريس، فاللي هياكل من العنب ويشرب من النبيذ كأنه أكل من لحم أوزوريس ومن دمه، وأصبح هو أوزوريس شيء واحد. وعشان كده كان بيتعمل قدام المقبرة عريشة بيتعلق فيها عناقيد عنب أو عناقيد تين أو بلح حسب مصادفة الموسم والنبات اللي طالع فيه، وده عشان ياكلوا من العنب أو التين قبل ما يدفنوا المتوفى. وعشان كده هو عمل تكعيبة العنب في سقف المقبرة بطريقته الطبيعية، الغصة بالأغصان. ولما هننزل المقبرة حضراتكم هنلاقي قبل غرفة الدفن على طول غرفة صغيرة بتسبق غرفة الدفن، ودي حضراتكم غرفة من غير أعمدة، واللي سقفها تكعيبة العنب. أما على اليمين هنلاقي مناظر إدخال أثاث الجنزي، واتنين كهنة ماسكين أشرطة بيضة طويلة، واللي بيمثلوا حملة لفائف الكتان اللي هيتحنط بيها المتوفى، مع تمثال أشبتي الخاصة بالشخص المتوفى. ورا منهم هنلاقي حد شايل نعل أو صندل، وواحد تاني شايل الماسك اللي بيتحط على الموميا بتاع المتوفى، واللي كان بيتكتب عليه التعويذة 48 من كتاب الموتى. بعد كده هنلاقي مجموعة من الحلي، واللي بتتقدم كلها لسنفر الراجل اللي هنلاقيه جالس على الكرسي. هنلاقي ورا منه بنته اللي واقفة ماسكة المسلسلة مش مراته، فهنلاقي بنته اللي معاه في المناظر. في منظر تاني هنلاقي معاه عصاية الخرب، وبتعني انه راجل ذو سلطة او حيثية. على الجدار المقابل على ايدينا الشمال هنلاقي مجموعة من الكهنة حاملين الأثاث الجنزي، واللي عبارة عن قصرية الكتان بتاعة التحنيط، بالإضافة إلى صور من الكتان كانت بتحتوي على أملاح النطرون، واللي هتستخدم في عملية التحنيط. بعد كده هنروح داخلين من الباب، واحنا داخلين من الباب ناخد بالنا بحذر شديد عشان الباب واطي. فوق الباب من المدخل بنلاقي اتنين أنوبيس باصين لبعض ووشهم لبعض، وده اللي بيعني إن احنا داخلين بوابة العالم الآخر، واللي بيعني برضو إن احنا دخلنا لعالم المقبرة غرفة الدفن. هنلاقيها مكونة من 4 أعمدة مربعة الشكل. صالة غرفة الدفن هنلاقيها مقسومة نصين، النص الشرقي تكعيبة العنب، والنص الغربي زخرفة الحصير المجدول، وكأن تكعيبة العنب بتسبق باب المقبرة، ومنظر الحصير المجدول داخل المقبرة نفسها
بيمثل معايا كأن المتوفى نايم في بيته. هنلاقي مع حضراتكم إن المقبرة فيها 4 أعمدة، وتابوت المتوفى كان في وسط الأعمدة ال4 دي. أول منظر على إيدينا اليمين وإحنا داخلين هو الفصل 72 من كتاب الموتى. فهتلاقوا المتوفى صاحب المقبرة جالس ومعاه مراته، وأمام منهم ابنه الكاهن، وهو هنا كاهن سم اسمه يون موت اف، واللي هنلاقيه بيصب ماء التطهير، وهنلاقيه لابس جلد الفهد أو جلد النكر أمام المتوفى، وأمام منهم مائدة قرابين. بنلف الجدار هنلاقي نفس الابن بيصب على المتوفى وزوجته ماء التطهير، واللي بيعني إنه بيقدم القرابين. بعد كده بيقدم تطهير، وهنلاقي منظر على الجدار الشرقي وهو تقسيمة مربعة الشكل متقسمة 4 أرباع، واللي بتعبر عن الفصل 110 من كتاب الموتى، وده الفصل المسؤول عن حماية المقبرة وإطعام المتوفى. والفصل ده عبارة عن خريطة للمقبرة. فهنلاقيه مصور ال4 أعمدة، وعند تلاقي الأعمدة ال4 خطوط، فهنلاقي الخطوط تتلاقى مع بعضها. وفي الوسط رسم التابوت، وفي 2 أنوبيس على جنب، ورسم برضه عمود الجد واللي بيشير لمنطقة أبيدوس. وفي الناحية التانية منظر لشعلة، وده عشان المقبرة كان فيها شعلة. ولما ندخل المقبرة مع حضراتكم هنلاقي نفس التوزيع اللي في الخريطة دي في المقبرة. فهنلاقي أنوبيس المصور على الحيطة هو نفسه أنوبيس اللي فوق باب المدخل، ومكان جدار الجد هو الجدار الشمالي اللي في وشنا واحنا داخلين. وهنلاقي منظر رحلة الحج إلى أبيدوس، السفن هي ورايحة لأبيدوس، والسفن وهي وراجعة من أبيدوس، وبتبقى طبعا مميزة لأن هي ورايحة رايحة من غير شراع مع الطيار، هي وراجعة بتفرد الشراع عشان راجع عكس الطيار. كمان هنلاقي شرايين مقصورة فيها تمثال المتوفى، وده عشان كان لازم بيزور قبر أوزوريس كل سنة في عيد الجنازة، فكان بيبعتوا له تمثال المتوفى. وده كان لازم لأي متوفى، ومش لازم إنهم كانوا يروحوا لأبيدوس عشان طبعا مشوار بعيد وطويل، لكن كانوا بيختاروا أي مكان في الجبانة الغربية ويبنوا مقصرة لأوزوريس كبديلا عن أبيدوس، ريبليكا لأبيدوس. على الجدار الغربي من المقبرة هنلاقي الجدار محطم تماما، فهنلاقي عليه بقايا الفصل رقم 1 من كتاب الموتى، واللي كنا اتكلمنا عنه قبل كده في مقبرة رعموزة. وهنلاقي في الجدار ده فتحة صغيرة كان زي نيشة بيتحط فيها الشعلة لإضاءة المقبرة قبل ما يقفلوا ويمشوا. يعني بعد ما بيحطوا التابوت والأثاث الجنزي بينوروا شعلة ويقفلوا الباب ويمشوا على أمل إن المقبرة تفضل مضيئة مدى الحياة. أما الأعمدة ال4 اللي في المقبرة فبتصور مناظر سنفر وهو جالس مع زوجته، فهنلاقي منها منظر وهي بتعطيله الحلي، ومنظر تاني وهي بتعطيله لفاف الكتان وظهور البردي واللوتس وكأنها بتوهب نفس الحياة منها. منظر تاني هنلاقي سنفر لابس قلادة مرسوم عليها قلب ومكتوب بداخلها اسم الملك أمنحتب الثاني. منظر تاني هنلاقيه مصور سنفر وهنلاقيه بياكل من شجرة، وإلهة الشجرة طالعة من الشجرة دي وهي الإلهة حتحور، وهنلاقيها بتطعمه من شجرة الجميز. منظر تاني بيصور سنفر هو خارج من علامة بتمثل الأفق، والكهنة بيغسلوا جسد المتوفى ده وكأنه هو الشمس وهي بتشرق في الأفق.